تخيل ملك اتجوز 6 مرات، وكل مرة كانت نهايتها دم. ملك قرر يقطع رقاب زوجاته بإيده عشان يفضل هو الوحيد اللي يعيش في حكم الخوف والجنون. القصة: اسمه هنري الثامن، ملك إنجلترا في القرن ال16. بدأ حكمه عاقل وسيم محبوب من شعبه، لكن الهوس بالسلطة والإنجاب خلاه يتحول لوحش بشري. أول زوجة رفضت تطلقه، فقرر يتحدى الكنيسة كلها عشان يتجوز غيرها، وبعدها بدأ طريق الدم، زوجة ورا التانية، خيانة، مؤامرات، وسيوف بتلمع في القصور. أي واحدة تشك فيها كان بيبعتها للسجن أو للمقصلة. أشهرهم آن بولين، المرأة اللي وقع في حبها، لكنه بنفسه أمر بقطع رأسها قدام الجميع، ولما وقعت على الأرض ابتسم. سنين حكمه كانت غرقة في الدم والجنون، لحد ما المرض والتعب خلوه يشوف كوابيس كل اللي قتلهم، ومات وحيد متعفن في قصره وسط رائحة الموت اللي هو نفسه صنعها. النهاية: اللي حصل مع هنري الثامن فضل درس لكل حاكم بعده، إنك لو لعبت بالدم لازم يجي يوم ويغرقك.